البقرة الحمراء الإسرائيلية المذكورة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة هي ذبيحة معادلة لذبيحة المسيح بتقام عند جبل الزيتون. الذبيحة دي بتبطل ذبيحة المسيح أول لما تقام حسب المكتوب في الصفحة رقم 12 من 2600 سنة عن آخر 7 سنين في الأرض. في حدث تاريخي هيحصل. إيه هو الحدث ده؟ بيقولك من وقت إزالة المحرقة الدائمة. الكلام ده في الصفحة رقم 12. من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوم. بمجرد ما إزالة المحرقة الدائمة وإزالة ركس المخرب العالم مش هيستمر 1290 يوم. مش هيستمر الزمان 1290 يوم. ايه هي ازالة المحرقة الدائمة؟ ازالة المحرقة الدائمة معناها نزع صليب المسيح من وسط المسيحيين وظهور جيل الارتداد الاخير في وسط الديانة المسيحية. وبتبدأ الحكاية دي هتلاقيها بتبدأ في الغرب وبتبدأ في الشرق وبتبدأ في الاماكن اللي احنا ساكنين فيها. تفريق ايدي الشعب المقدس، دي ازالة المحرقة الدائمة. اقامة ركس المخرب، اصعاد البقرة الحمراء عند جبل الزيتون. اول لما الحادثتين دول يحصلوا العالم مش هيستمر 1290 يوم. 1290 يوم حسب المكتوب في كتاب النبي دانيال الصفحة رقم 12. والكتاب ده مكتوب بالشفرة عشان الناس تفهمه وناس تستهزأ بيه. بيقول لك ايه بقى؟ الملاك جبرائيل ورى للنبي دانيال نهايات العالم، فكتب النبي دانيال الكلام في سفر مكون من 12 صفحة. الملاك جبرائيل ده زي وزير خارجية السماء، وراه ان في حرب كبيرة اقليمية هتكون في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. وفي وسط الحرب دي هتصعد البقرة الحمراء. بيقول لك ايه؟ ففي وقت لا يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. قسم العالم نصين، ملك الجنوب وملك الشمال. حلو الكلام. فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. ملك الشمال ده حلف شمال أطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. ملك الجنوب دول روسيا والصين اللي هم جوج ومأجوج. العالم مقسوم نصين في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. والحرب المصغرة دي قسمت الوعي نصين حرفيا، نص معاهم ونص عليهم. فالمنطقة دي هتتحول لساحة صراع. بيقول لك ايه؟ ويمد يده على الأراضي. ده ملك الشمال اللي هو حلف شمال الاطلسي هيجي المنطقه بتاعتنا، يمد يده على الاراضي وارض مصر لا تنجو. خد بالك من الكلام. ويتسلط على كنوز الذهب والفضه وكل نفائس ارض مصر. انت شايف طبعا اللي بيحصل على حدود مصر. واللوبيين اللي هم الليبيين والكوشيين السودانيين عند خطواته. يعني حلف شمال الاطلسي هيخش البلد دي كلها، واللوبيين والكوشيين هيبقوا عند خطواته. وتفزع اخبار من الشرق دي الصين. ومن الشمال دي روسيا. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين. يعني يضع حاملات الطائرات والاسطول الحربي في وسط البحور، يغلق البحور. وانت عارف لما البحور تتغلق بتحصل شبه مجاعات. فانت شايف اللي بيحصل ولا يحصل في المنطقه. والكلام ده انا ما بفسروش، انا شفته في رؤيه من السماء وجاي اخبرك بيه وبفك لك شفره كتاب النبي دانيال بالمجان. عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني ما تصدقنيش. طب ايه اللي هيحصل بعد ساعات معدوده في المنطقه بتاعتنا؟ في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوب في السفر، وكثيرون من راقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإصدراء الأبدي. يوم القيامة الشهير، يوم واحد كألف سنة، شمس فيها تطفي والقمر هيتحول لدم ونهر النيل هيجف ونهر الفرات هيجف والدنيا هتتزلزل والأعاصير هتكنس الأرض وهيقفوا طوابير على المطارات. كل واحد هيرجع لأرض ميلاده. هيرموا دهبهم في الشوارع وفلوسهم هتكون للخزي وشوشهم هتكون حمرا. كلهم هيبصوا بعضهم لبعض وشوشهم هتكون من لهيب. كل ده شفته في رؤية وجاي اخبرك بيها. احنا الأيام اللي هنشوف نهايات وأحداث نهايات التاريخ حسب المكتوب في الكتاب المقدس في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. وده الدليل اللي جاي لك بيه. الوقت قريب على جميع السامعين. الانتقال من الظلام للنور عن طريق الإيمان بيسوع المسيح الناصري. كل من يؤمن بيسوع المسيح الناصري بينول باسمه غفران الخطايا وبيضمن حياته الأبدية. أما كل من يرفض يسوع لن يكون له حياة. ده المطلوب مني إن أقوله قلته.